السلام عليكم. حريشات بالقمح الكامل كيجيو مرملين مقرمشين من على برا وفتيين من الداخل بدون خميره كيماويه ولا خميره الخبز، ساهلين صحيين ولذاذ. جربوهم ونبداو على بركه الله. عندنا جوج لايف على هذا الشكل ديال دقيق القمح الكامل، هانتوما بالنخاله ديالو نشوفوا دقيق هذا القمح. كنستعملو جوج لايف، وكنستعملو واحد المعلقه صغيره ديال الملح، واحد المعلقه كبيره ديال العسل. اللي مكيتوفرش على العسل يمكن له يدير سكر سنيده، ولكن العسل اللي كيبقى طبيعي احسن. وكنديروا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون، يمكن لكم ديروا الزيت النباتي الا ما توفرتوش عليه، او يمكن لكم تخلطوا بين زيت النباتي وزيت الزيتون. مهم كنرملوا الخليط بيدينا حتى كنبسبسوه مزيان، وكنلبسوا الدقيق بداك الزيت مزيان، وعاد كنضيفوا غنستعملوا كاس ونصف ديال الماء. كنرشوا غير بشويه هكا، وحنا ما كنعجنوش، غير كنخلطوا صافي وكنعجنوا العجين ديالنا. طبيعه الحال من بعد ما خلينا من داك الخليط ديال الحرشه نبسبس، كنخليو منه واحد الجزء، نسيت ما وريته لكمش في الفيديو. كنخليو منه واحد الجزء هو اللي ندوروا فيه داك كنمرمدو فيه داك الحريشات ديالنا بعد ما كنديروا مكويرات، وكنحطوهم على هذا الشكل. هانتوما هذا هو الخليط اللي خلينا من الخليط المبسبس قبل ما نديروا له الماء بطبيعه الحال. وهكا كنديروهم في اللاطه وهي باقا بارده، يعني ما تكونش سخونه باش ما كتلصق ليناش الحرشه ديالنا. صافي وكنحطوهم فوق العافيه يطيبوا على هذا الشكل. من بعد فاش كيطيبوا من واحد الجهه كنقلبوهم للجهه الاخرى. هانتوما وكنضغطوا عليهم باش يتحمروا لنا حتى من الجوانب على هذا الشكل. صافي وكنكملوا باقي الحريشات ديالنا كنقلبوهم كاملين صافي حتى كيطيبوا ويتحمروا. هاد الحريشات راهم صحيين 100%. ديروهم لوليداتكم الفطور دغيا كيوجدوا، ولا الكوتي، وهكا يعمروهم بفرماج ولا العسل ولا الجبن اللي متوفر عندكم. وها هو فطور صحي دغيا كيوجد وبالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم الفيديوهات ديالي، ديروا لايك واشتراك، ومرحبا بكم. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونفيدكم ونستفيد منكم. وشكرا، ما تبخلوش علينا بلي لايك. الله يجازيكم بخير، الصحه والراحه.